تخيل معايا يا جدع انك في يوم قاعد في بيتك وبعد اكله حلوه وبعد شرب الشاي حسيت انك مش تمام وتعبان، فقلت تروح تكشف. ولما يكشف عليك الدكتور ملاك الرحمه يقول لك بسيطه، خد اشرب ده وهتكون تمام. وبعد ما تشرب تلاقي بطنك بتتقطع من جوه، فتبص للدكتور عشان تقوله ان بطنك بتوجعك، تلاقيه بيبتسم ويحضر لك سكينه وبيضربك 10 طعنات. تخيلت؟ طب يلا بينا نبدأ في حلقة النهاردة اللي هي بعنوان عزرائيل البشر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بك يا جدع في حلقة جديدة كالعادة، وحلقة النهاردة من الكاتب المبدع محمود الأمين. أتمنى أنها تنال إعجابكم، ومتنساش تصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. ولو أنت من العصابة يا ريت تنزل تعمل لايك دلوقتي حالا، ولو أنت لسه جديد يا ريت تشترك في القناة وتعمل لايك عشان تنضم للعصابة بتاعتنا. ويلا بينا نبدأ في حلقة النهاردة. وصلنا بلاغ عن مقتل دكتور شاب في مقتبل العمر. الجريمة كانت في مستشفى معروفة في الصعيد. اتحركت أنا وقوة من القسم على المستشفى. وصلنا وكانت الدنيا مقلوبة طبعا. موقع الحادث كان مكتب الدكتور بالتحديد، والمنظر كان صعب. الدكتور على الأرض والدم مغرق المكان. واضح إن اللي قتل الدكتور ده كان بينتقم منه، وده واضح من الطعنات الكتير جدا اللي في جسم الدكتور. أنا آسف، أنا معرفتكمش بنفسي. أنا المقدم فواز عبد العزيز. مش مهم تفاصيل عني عشان مش هتفيد بشيء، لكن أقدر أقول لكم إني من الصعيد أصلا، ودي حاجة كويسة بالنسبة لي، إني يعني ما احتجتش إن أغير محل الإقامة وكده. ولا أقول لكم نرجع لموضوعنا تاني وسيبك من حوار محل الإقامة ده لأنه برضه مش هيفيدكم في حاجة. طلبت استعجال الطب الشرعي والمعمل الجنائي للفحص وجمع الأدلة. في الوقت ده شفت واحد شكله وقور كده ومحترم، لابس بدلة ونضارة وبيقرب مني وهو بيقول: أهلا بيك يا سيادة المقدم، كنت أتمنى إني أقابل حضرتك في ظروف أحسن من كده. هو حضرتك مين وتعرفني منين؟ أنا الدكتور مازن مدير المستشفى. وأعرفك أكيد، حضرتك يعني أشهر من نار على علم. أهلا بحضرتك، وكويس إني قابلتك. هحتاج من حضرتك ملف المجني عليه الموجود هنا في المستشفى، بجانب اني بعد التحريات يعني هدردش معاك شويه. اكيد طبعا، بس الملف بشكل ودي ولا رسمي؟ لا بشكل رسمي طبعا، احنا بنحقق في جريمه قتل مش حاجه صغيره. تمام يا فندم، هيكون عندك في اقل من 10 دقايق. وفعلا مشى الدكتور مازن، ومفيش 10 دقايق ولقيت ممرض داخل عليا بملف المجني عليه. قعدت على كرسي وفتحت الملف وابتديت اقرا. الاسم لطفي عبد الحميد حسن، السن 33 سنة، الوظيفة دكتور بطنة. وكان مكتوب تقرير عن الدكتور بيقول: تم تقديم شكوى عن الدكتور لطفي عبد الحميد من قبل بعض أهالي المرضى بعد أن تسبب الدكتور لطفي في موت 5 حالات كانوا بيعانوا من الألم في المعدة. وقام الدكتور لطفي بوصف عقار ليس له علاقة بالطب، مما تسبب في وفاة الحالات، وتم إحالة الدكتور للتحقيق وإيقافه عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق. هي دي المعلومات الموجودة عن الدكتور لطفي المجني عليه في الملف. من الواضح ان القضية دي فيها ناس كتير مشتبه فيها. طلبت من الطب الشرعي والمعمل الجنائي سرعة جمع الأدلة والتقارير تكون على مكتبي بكرة بالكتير. ورجعت المكتب وحاسس بصداع رهيب جدا. طلبت من الأمين كوباية قهوة مظبوط، ودخلت رميت جسمي على الكرسي. في الوقت ده الباب خبط، ودخل عليا الرائد صلاح. الابتسامة المعتادة على وشه، واتكلم وقال: الحمد لله على السلامة يا فندم، إن شاء الله خير. خير. امسك الملف ده كده، عاوزك تجيب كل المعلومات عن المجني عليه من يوم ما اتولد لحد النهاردة. صلاح، القضية دي كبيرة والمتهمين فيها كتير. عاوزك تقرا التقرير اللي في الملف ده وهتفهم كل كلامي. وعاوزك تكون عارف كمان إن أنا اللي طلبت إنك تكون ضمن الفريق اللي هيشتغل على القضية دي، عشان واثق إنك كفاءة وعلى قدر من المسؤولية. بشكرك جدا يا فندم، وإن شاء الله أكون عند حسن ظنك.
مشي صلاح وانا قاعد على الكرسي. دخل الامين وحط القهوة على المكتب، والحقيقة انا ما شربتش القهوة، انا رحت في النوم. خبط الباب مرة واتنين، عدلت نفسي وقلت اتفضل. دخل عليا واحد من المعمل الجنائي ومعاه كل حاجة كانت في المكان ومن ضمنهم تليفون المجني عليه، واتكلم وقال البصمات اترفعت من المكان ومن على سلاح الجريمة، وان شاء الله على بالليل هتكون عندك النتيجة. تمام، بشكرك جدا. مفيش 10 دقايق ودخل صلاح وبيقول الملف ده فيه كل حاجة تخص المجني عليه لطفي عبد الحميد حسن. في جديد يعني ولا لأ؟ أيوة طبعا في جديد، ده لطفي ده طلع حكايته حكاية. فتحت الملف وابتديت أقرأ من تاني. لطفي عبد الحميد حسن اتولد في قرية من قرى الصعيد، والده كان بيعمل موظف حكومي في الوحدة المحلية للبلد، بجانب انه كان عنده محل عطارة، ووالدته كانت تعمل خدامة في بيوت القرية. عاش طفولة صعبة بسبب الظروف والحالة المادية، لكنه كان متفوق في دراسته وقدر انه يدخل كلية الطب. توفى والده ووالدته في حريق هائل بالمنزل، ومن حسن حظه انه كان غير متواجد بالمنزل اصلا، لكن اثبتت بقى التحريات عداوة بين والد لطفي وما بين عمدة القرية حسان، وكان الخلاف يدور في مشكلة لها علاقة بالشرف والنسب. وبعض الناس قالوا ان العمدة حسان ليه علاقة بموت والد ووالدة لطفي، وانه المتسبب في الحريق اللي ادى لموته. صلاح رجع اتكلم وقال وخد المفاجأة دي بقى عندك. فاكر ال5 مرضى اللي اتسبب لطفي في موتهم عن طريق عقار مش طبي؟ اول واحد مات فيهم اسمه سليم حسان ابو الفضل، يعني ابن العمدة. رديت على صلاح وانا مذهول وقلت له قصدك ان لطفي كان بينتقم من العمدة؟ ايوه هو ده قصدي بالظبط. جايز برضه، احتمال وارد. طيب عايزك تكلم الطب الشرعي دلوقتي وقول لهم ان انا عايز التقدير الخاص بالصفة التشريحية في اقرب وقت. حاضر يا فندم، هكلمهم دلوقتي حالا. صلاح، القضية دي حاسس انها معقدة وفيها الغاز كتير جدا، عاوزين نركز شوية. حل القضية دي هيكون فيه ترقية ليا وليك، وعدم الوصول لحل فيها يبقى نقعد بقى في بيوتنا احسن. انا فاهم سيادتك جدا، وباذن الله هنحل القضية دي في اقرب وقت. طيب انا هرجع البيت كده انام شوية عشان فاصل ومحتاج انام، ولو في حاجة رن عليا وصحيني. تمام يا فندم. كنت مش شايف قدامي، خرجت من المكتب ورجعت على البيت. دخلت الشقة حتى مش قادر اغير هدومي ولا صحي مراتي. دخلت الأوضة التانية عشان ما تصحاش ورميت جسمي على السرير ونمت. فتحت عيني على صوت بيهمس في ودني فواز فواز. الصوت كان حاد جدا وكأن حد مصمم انه يصحيني. فتحت عيني بالراحة وكل اللي شفته قدامي خيال اسود وحاجة طبقت على نفسي، ونفس الصوت من تاني بيقول ابعد يا فواز، ابعد يا فواز. كنت باخد نفسي بالعافية وحاسس اني بتخانق. تحملت على نفسي وصرخت. باب الأوضة اتفتح، وما فتحته كل حاجة اختفت. اتعدلت وانا بكح جامد وباخد نفس بالعافية. وحاسس اني بموت. مراتي جابت لي ميه بسرعة، شربت وانا مش عارف في ايه. وايه اللي انا شفته ده؟ قمت واتعدلت في عادتي ولقيت التليفون بيرن. كان صلاح. رديت. الو. ايوه يا صلاح. ايوه يا فندم، تقرير الطب الشرعي والوصف التشريحي وصل. طيب انا جاي مسافة السكة بس. قمت وغيرت هدومي ونزلت بسرعة، ركبت عربيتي واتحركت على المكتب. طول الطريق بسأل نفسي سؤال واحد بس، هو اللي انا شفته ده ليه علاقة بالقضية، وبالذات المخلوق ده اللي بيقول ابعد؟
المهم وصلت المكتب ودخلت لقيت تقرير الطب الشرعي وتقرير الصفة التشريحية وتقرير البصمات. تقرير الطب الشرعي حلل المواد اللي لقيها في مكتب الدكتور لطفي، قال ان المواد دي هي عبارة عن اعشاب ضارة بالجسم في حال استخدامها بشكل دوري تتسبب في انفجار بجدار المعدة، وان الاعشاب دي هي اللي استخدمها الدكتور لطفي لعلاج الحالات اللي ماتت في المستشفى. تقرير الصفة التشريحية بعد تشريح الجثة اثبت ان المجني عليه تم طعنه ب10 طعنات قاتلة، كما كان يوجد اثار جروح على جسد المجني عليه، وهذا يدل انه كان يوجد مقاومة بين الجاني والمجني عليه. تقرير البصمات بعد رفع البصمات تبين وجود 3 بصمات غريبة بموقع الحادث. البصمة الأولى للدكتور جلال عثمان، البصمة الثانية كانت للدكتور وليد فوزي، والبصمة الثالثة للدكتور ياسمين عزت، لكن سلاح الجريمة لا يوجد عليه أي بصمات. اتكلم صلاح وقال: خير يا فندم، فهمت حاجة من التقرير وهتوصلنا لحاجة ولا ايه؟ دي مش هتوصلنا لحاجة واحدة، ده هتوصلنا لحاجات كتير جدا. انا رسم سيناريو في دماغي دلوقتي، والسيناريو ده بيقول ان الدكتور لطفي كان عايز ينتقم من العمدة، فاستغل ان ابنه جاي يتعالج واداله من الاعشاب. وما ننساش ان والد لطفي كان شغال في العطارة وفعلا مات. حد من اهل القتيل بقى عرف ودخل المستشفى من غير ما حد ما ياخد باله، وحصل ما بينه وما بين لطفي مواجهة وانتهت بقتل لطفي. بعدها القاتل ده مسح بصماته من المكان وهرب. بس اللي ناقص في السيناريو ده عشان يكمل صح، مين ال4 حالات اللي ماتوا بسبب الاعشاب بعد موت ابن العمدة؟ وليه بصمات ال3 دكاترة دول في مكتب الدكتور لطفي؟ لو جايبنا على الاسئلة دي هنحل القضية يا صلاح. عايزك دلوقتي تعمل استدعاء لل3 دكاترة الموجود بصمتهم في موقع الحادث، واعمل لي تحريات على ال4 جثث اللي ماتوا بالاعشاب. احنا عرفنا جثة واحدة بس، ولازم نعرف مين الباقيين دول وهل في علاقة ما بينهم ولا لأ. تمام يا فندم، هعمل الاستدعاء وهبدأ في التحريات على طول. في أقرب وقت يا صلاح، لازم تكون التحريات دي قدامي. تمام يا فندم، بعد إذنك. كنت حاسس بصداع، قضية كبيرة وحاسس إن حلها قريب مني، بس في حاجات ناقصة، حاجات ملهاش أي تفسير. وفي الوقت ده تليفون المكتب رن، رديت وكان العميد علي رئيسي المباشر. ألو، اتفضل يا فندم، تحت أمرك. تعالى يا فوزي على المكتب، عاوزك في أمر ضروري. تمام يا فندم، دقيقة واحدة هكون عند سيادتك. قفلت الخط وأنا بقول: عاوزني في إيه يا ترى؟ ربنا يسترها. خرجت من مكتبي وتوجهت لمكتب العميد علي، خبطت على الباب ودخلت. صباح الخير يا فندم. صباح النور يا فوزي، اتفضل اقعد. ايه الأخبار؟ الحمد لله بخير يا فندم. عامل ايه في القضية اللي قلبت الدنيا دي وعاملة صداع مع الصحافة والإعلام؟ احنا شغالين ما تقلقش يا فندم، وفي أقرب وقت بإذن الله هنكون مسكنا القاتل وحللنا القضية دي تماما. ماشي، كل الكلام ده جميل، بس أنا عايز أفهم برضه وصلت لحد فين؟ وحكيت للعميد علي على كل حاجة وصلت لها، فرد وقال: بص يا فوزي، انت تحليلاتك للموضوع منطقي، إلا حاجة واحدة بس عليها علامة استفهام كبيرة. لو افترضنا ان ال5 ضحايا اللي ماتوا بالاعشاب دول يعرفوا بعض عز المعرفة، بس مش شايف انها صدفة ان ال5 دول يتعبوا نفس التعب في نفس الوقت ويروحوا كمان لنفس الدكتور؟ هي صدفة غريبة فعلا يا فندم. لا، هي مش صدفة، دي حاجة مستخبية وسط تحليلاتك ولازم توصل لها يا فوزي. من غير الحاجة دي القضية دي مش هتتحل. تمام يا فندم، انا هكثف جهودنا وهنوصل للحل ان شاء الله. فواز، انا اخترتك للقضية دي وانا عارف كويس انك قدها، عشان انت راجل كفاءة وبتاع شغل، ما تخيبش ظني فيك. ما تقلقش يا فندم، ان شاء الله هكون عند حسن ظنك. بعد اذنك. خرجت من مكتب العميد علي ورحت على مكتبي وطلبت من صلاح يجيلي بسرعة. قلت له كلام العميد علي وسكت شوية وقال لي: هو عنده حق فعلا، دي حاجة غريبة جدا محدش لاحظها فينا. صلاح، مفيش وقت، لازم نعرف ايه علاقة ال5 ضحايا ببعض وازاي هما ال5 تعبوا في وقت واحد وراحوا كمان نفس المستشفى للدكتور لطفي. الموضوع غريب ومش طبيعي، بس احنا لازم نوصل لحل. هنوصل يا فندم بإذن الله. انا عملت استدعاء للدكاترة وان شاء الله نطلع منهم بمعلومة مفيدة.
ان شاء الله يا صلاح. المهم انا عايزك تشتغل على التحليلات الخاصة بعلاقة الخمسة ببعض، وهنشوف الدنيا هتوصل معانا لفين. مشي صلاح وانا بفكر. قضية معقدة، دكتور والده عطار، واكيد اتعلم منه تركيبة الاعشاب المضر من النافع، وبعدها الولد طلع دكتور بس والده ووالدته ماتوا محروقين والمتهم هو العمدة، وده كان بسبب خلاف ما بينهم لعلاقة بالشرف، وهنعرفه من خلال التحريات. والدكتور حب ينتقم من العمدة لكن ملحقش عشان العمدة مات، فقرر انه ينتقم من ابنه واربعة كمان اكيد لهم علاقة ببعض. وبشكل غير معروف لحد دلوقتي ال5 اشخاص يتعبوا نفس التعب ويروحوا كلهم نفس المستشفى لنفس الدكتور عشان يستخدم معاهم وصفة الاعشاب اللي بتسبب انفجار في المعدة، وده بيسبب الوفاة. بعدها ظهر شخص مجهول اكاد يعرف ال5 دول او حتى يعرف واحد منهم، قريب اخ او صاحب، قرر ينتقم من الدكتور لطفي. راح المستشفى وحصل شجار ما بينه وما بين الدكتور لطفي، وانتهت بقتل الدكتور لطفي ب10 طعنات حادة، وبعدها مسح بصماته من المكان وهرب، او يكون اللي قتل لطفي ده حد من الدكاترة، واكيد كان ما بينهم خلاف سابق. بس هل الخلاف ده يوصل للقتل؟ لازم الاول نعرف علاقة ال5 ببعض، وايه الحاجة اللي تخلي 5 مرة واحدة يتعبوا نفس التعب ويروحوا لنفس المكان، ومين الشخص اللي قتل لطفي بالطريقة الوحشية اللي بتحمل طابع انتقام دي. كان لازم انا اجاوب على كل الاسئلة دي، ومعرفش غلبني النوم ازاي. نمت وانا على مكتبي، فتحت عيني، المكتب ضلمة ومش شايف في اي حاجة، بس في واحد قاعد على الكرسي اللي قدامي. سألته انت مين؟ انت صلاح؟ هو المكتب ضلمة كده ليه يا صلاح؟ ما كانش فيه اي رد. قمت من مكاني ووقفت قدامه، رفع راسه وبصلي. ده القتيل لطفي. وفي لحظة قام ومسكني من كتفي وقال لي انا مش قلت لك ابعد؟ عينه ما كانتش موجودة، وشه مشقوق بالطول. فوقت لقيتني لسه على المكتب والنور موجود وكل حاجة طبيعية. كده في حاجة غلط في القضية دي. في الوقت ده خبط باب المكتب ودخل صلاح وقال لي ملف التحريات اللي هيقلب القضية دي على الآخر. في معلومات مهمة؟ أكيد يا باشا، ده في حل القضية دي أو على الأقل يعني 90% من حلها. فتحت ملف التحريات وهنا كانت المفاجأة. أنا قريت ملف التحريات ومش هقول لكم كلام القانون اللي هيكون صعب فهمه على بعض الناس، لكن خليني أحكي لكم حكاية الدكتور لطفي عشان نفهم كل حاجة من الأول. ورغم إني هقول الحكاية، لكن لغز موت الدكتور لطفي لسه متحلش، لسه معرفناش مين القاتل. القصة بتبدأ مع والدة الدكتور لطفي، كانت ست بتخدم في البيوت ومش متجوزة. أصل أبوها كان راجل تعبان وصاحب مرض، ودايما طريح الفراش مش بيتحرك. لقيت نفسها في ظروف صعبة، يا إما تشتغل وتصرف على أبوها وعلاجه وعلى نفسها طبعا، يا إما تسيبه يموت. واختارت الشقة عشان أبوها، وبدأت تنزل تشتغل في البيوت، والناس كانت كريمة معاها، وهي عشان طيبة ربنا كان بيديها على قد نيتها. كانت بترجع كل يوم هلكان عشان توفر اللقمة والعلاج، وتنام وتصحى الصبح عشان تكمل وتنزل تشوف شغلها. لحد ما في يوم طلبها العمدة انها تروح تنظف الدوار بتاعه، وقال لها انه عايزها تروح تنظف الدوار لمدة اسبوع كامل، وهيديها مبلغ كبير تساعد بيه ابوها. الست وافقت من غير تفكير ومش محتاجة كلام دي، وراحت فعلا. لكن نظرات العمدة ليها كانت مش كويسة، وهي لاحظت ده، بس كملت شغلها عادي. لحد ما في يوم استغل ان الدوار فاضي واعتدى عليها. كانت بتقاوم، لكن في النهاية ست ضعيفة، رجعت بيتها مكسورة وبتبكي. ابوها فضل يسألها في ايه، ما كانتش بترد عليه. العمدة بعت لها فلوس، لكن هي كانت قرفانة من نفسها، واهملت في حق ابوها اللي مات لما العلاج اتأخر عليه. الحزن خيم على ملامحها والدنيا قلبت عليها وبينت الوش التاني بتاعها. لكن المصيبة الأكبر إن الست حملت، كانت زي المجنونة،
راحت للعمدة عشان تطلب بحقها وانه لازم يكتب عليها. طردها بره وقال لها انها لو قالت الكلام ده لحد هيقتلها. في الوقت ده ظهر عبد الحميد وكان موظف غلبان ومعاه عطارة. كان بيحب الست دي وعاوزها في الحلال، ولما عرف اللي حصل ما بعدش عنها، بالعكس ده وقف جنبها وقرر يتجوزها. وفعلا اتجوزها وخلفت لطفي اللي هو ابن العمدة في الأساس. الست حست ان وجود عبد الحميد جنبها نصر ليها وانها صبرت ونالت، وعاش لطفي معاهم على اساس انه ابن عبد الحميد، وكان بيتعامل مع لطفي كأنه ابنه بالظبط، وخصوصا بعد ما عرف انه ما بيخلفش. لحد ما لطفي كبر ودخل كلية الطب. ساعتها العمدة كان عنده ولد، ورغم القوة والجاه والمال تعب العمدة جدا. ولما الست عرفت ان العمدة تعبان قالت ان لطفي لازما يعرف الحقيقة وياخد حقه كمان، وطلبت من عبد الحميد يبعت له جواب في القصة كلها، وعمل كده فعلا. وفي نفس الوقت ده كان عبد الحميد اخد مراته وراحوا للعمدة يطلبوا حق لطفي. طردهم، فلجأ عبد الحميد لناس تقيلة في البلد عشان يقفوا جنبهم، وحكت ام لطفي كل حاجة للناس دي. لكن اللي حصل كان عكس المتوقع. الناس دي وقفت مع العمدة ضد الست عشان المصالح. كان 4 رجال ليهم شأن ومكانة، وعشان العمدة كان راجل مفتري وظالم قرر يخلص من الست وجوزها، وولع في البيت وماتت ام لطفي وجوزها. ولطفي يومها كان في الكلية، ولما رجع ما كانش عارف يتصرف ازاي. فكر انه لو راح للعمدة ممكن يقتله هو كمان، وفكر في الانتقام، ولكن لازم يصبر عشان يعرف ياخد حقه. وبعد سنين بعد ما تعين في المستشفى كان العمدة سنه كبر وابنه كبر، وقرر لطفي يموت العمدة بحسرته. وعلى حسب التحريات لطفي عمل حاجة لا يعترف بها القانون، وهي انه لجأ للسحر، سحر المرض، عشان ياخد حقه. وعمل ده في بيت استأجره بعيد عن البلد. اتصاب بيه ابن العمدة و4 شباب، وهم يبقوا ولاد ال4 رجالة اللي كانوا واقفين مع العمدة. ال5 شباب اتصابوا بنفس الأعراض وراحوا المستشفى واتعرضوا على الدكتور لطفي، واللي كان مجهز أعشاب من عطارة الراجل اللي رباه الأستاذ عبد الحميد. تركيبة بتسبب انفجار في جدار المعدة. خلص على ال5 شباب بنفس الطريقة دي، ومات العمدة بحسرته على ابنه، بس اللي ما كانش عامل حسابه انه يتكشف ويتحول للتحقيق. وكده ما مش باقي غير قتل لطفي نفسه. مين بقى اللي قتله؟ طبعا استدعينا ال3 دكاترة اللي بصماتهم موجودة في موقع الحادث، وكانت البداية مع الدكتور جلال. حضرتك عارف انت هنا ليه؟ في الحقيقة لأ. انت بصماتك في موقع الحادث، يعني انت من المتهمين في القضية دي. حضرتك بتقول ايه؟ انا اقتل انا؟ بس التحريات بتقول انك كنت في خلاف مع الدكتور لطفي وكنت بتغير منه. منافسة ايام الدراسة مش خلاف، واشتغلنا في مكان واحد كمان، والموضوع انتهى على كده. لا ما انتهاش، الكل اكد انك كنت بتحاول تقطع عيشه. ده كدب وافتراء، انا عمري ما اعمل كده. طيب يا سيدي هقول لك التقيلة بقى. احنا عرفنا انك انت اللي بلغت عن الدكتور لطفي في موت ال5 حالات. ايوه انا اللي بلغت. انا لقيت الاعشاب في مكتبه، اخدتها وحللتها وعرفت كل حاجة فبلغت عنه، واظن ده الصح يعني، وشرف المهنة اني لازم اعمل كده. انت مصمم على الانكار؟ ماشي. خرج جلال وحققت مع ال2 دكاترة اللي اكدوا المشاكل والخلافات اللي ما بين لطفي وجلال، وان وجود بصمات طبيعي جدا بسبب ان الدكاترة بتدخل مكاتب بعضيها يعني. بصراحة انا كنت متأكد ان هو جلال، معرفش ليه. وفي عز ما احنا بنجمع الخيوط جالنا حارس الامن بتاع المستشفى وكان خايف وقلقان وقال: انا كنت خايف اجي اتكلم يا بيه بسبب ان سلاح الجريمة اتاخد من البوفيه اللي جنب بوابة الدخول، وفي الوقت ده انا بس اللي بدخله. لكن في اليوم ده لقيت الدكتور لطفي جاي عندي ودخل البوفيه وعلى وشه غضب الله، اخد سكينة وخرج ودخل مكتب الدكتور جلال لكن ما كانش موجود، فرجع على مكتبه تاني. ولما الدكتور جلال رجع المستشفى انا قلت له ان الدكتور لطفي بيدور عليه، ودخله المكتب. ومفيش 5 دقايق وسمعت زعيق جامد جاي من مكتب الدكتور لطفي. قربت من الباب اللي كان موارب، وكان الدكتور لطفي بيقول: انا عمري ما تخيلت ان جحودك وكرهك يوصلك للمرحلة دي، تبلغ عني وعايز تسجني. دي اقل حاجة انا اعملها بعد اللي انت عملته معايا. ولا نسيت انك اخدت مكاني بعد ما كرهت مدير المستشفى فيا؟
انا ما كرهتش حد فيك، انت اللي شغلك كله غلط. اعمل لك ايه؟ وانت بقى اللي شغلك كله صح. ده انت قاتل 5 حالات عمد لحد دلوقتي. بكره الشرطه هتكون هنا عشان تقبض عليك، وارتاح انا منك للابد. بس تصدق هي كده كده ما بقتش فارقه، اللي قتل 5 يقتل 6. وفي اللحظه دي يا بيه خرج السكينه وحاول يقتل الدكتور جلال، لكن الدكتور جلال كان اقوى منه، مسك السكينه منه لحد ما جت في الدكتور لطيف، ويا ريته كان سابه. مسك السكينه وفضل يضرب فيه ويقول له اللي زيك لازم يموت. رجعت مكتبي يا بيه وانا مرعوب، والدكتور جلال خرج بسرعه ورجع مكتبه، غير هدومه وخرج من المستشفى. انا كنت خايف اتكلم الا يقتلني، بس ضميري من يومها ومش بينايمني، وعشان كده جيت وحكيت. واجهنا جلال بحارس الامن واعترف بعد نقاش دام فوق الساعتين، ومحاولات للانكار ان هو اللي قتل الدكتور لطفي. وخلصت القضية. يمكن ما كانتش أداة صعبة، بس بتفسر معانا الغل والكره والانتقام والظلم والحقد وكل حاجة وحشة في الدنيا. وبكده تكون خلصت حلقة النهاردة. اتمنى تكون عجبتك يا جدع. لو انت لسه جديد في القناة يا ريت تنزل تشترك في القناة لو انت لسه مشتركتش، وتنزل كمان تعمل لايك وتكتب لنا كومنت جميل زيك. واهم حاجة ما تنساش تقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وما تنساش تصلي على النبي عليه الصلاة وافضل سلام. واحب اقول لكم الله يبارك لكم. السلام.